بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. مرحبا بكم معنا فيديو جديد اليوم ان شاء الله. هذا الفيديو الاول يعني الجمعة الثانية بعد العيد، ان شاء الله تكونوا عيدتم مليح، ان شاء الله تكونوا في اتم الصحة والعافية كي يوصلكم هذا لا فيديو. اليوم ان شاء الله حبيت نعاودوا نولوا العادة والعوايد كما تعرفوا. الجمعة لازم فيها الطعام. كنت درتو الجمعه اللي فاتت في العيد، جاتنا العيد جانا بالجمعه، لوغ كنت درت طعام درتو مسفوف. والجمعه هذه انا كل جمعه عندي طعام، ولا ملذا كي تشهاو الرشته نديرها لهم، ولا التشخشوخه، ولكن الاغلبيه ندير طعام. سورتو ملي نكونوا دوك كيما هكا في الربيع، هي نقولوا ربيع بصح راهي الاجواء تاع الصيف باش نقول لكم سخانه. اليوم 33 درجه، يعني ربي قدرنا وخلاص. درت لهم بالجلبانه والزبيب وبالرايب، بالمرقه، يعني مع السخانه بزاف كي يكون البرد. اللي كنت نديروه لهم بالمرقه. هنا شمختو للمره الثانيه. كنت ديجا درت الفوره الاولى ما صورتهاش معاكم. وهنا هذيك الكسرونه هذيك هي اللي كيلت بها طعام، وهذيك هي اللي كيلت بها الماء. في الاول كي جيت نشمخو درت نص تاع هذيك الكسرونه، ومن بعد اللي بقى بقيت نزيد فيه بشويه باش ما نجريش معانا وما يتعجنش الطعام هذا تاع سيمدر تاع المصانع، ماشي تاع الدار. هنا بعد ما طاب معانا كيما الجلبانه والزبيب فورتهم وحدهم، وهنايا كنت دهنته بالسمن. صايره وطاب معنا. شوفوا كيفاش يجي مزربع، يجي معنا بزاف الشباب. هنايا غير نجوزوه غير مع الرايب. وبما انه يعني مع الفطور درنا طعام، حبيت نصور معكم ثانيك واش درت العشاء. حاجه خفيفه برك. درت كسره محشيه. ماذا بيا تقعدوا معايا وتدوا مقاديرها. كما تعرفوا كما كان في شهر رمضان الكريم، درنا شطاطح، درنا ليغراتا، يعني ما كاش حاجه ما درناهاش. ولكن دوكا كي جا الفطار نحوسوا غير على الحاجه الخفيفه، وسورتو جات سخانه ثاني. يعني المواكل تاع الصيف لازم يكونوا حاضرين. لهنا لهاد الكسره واش نحتاجو: كيله تاع سميد رطب، مع 2 كيلات نتاع فرينه، الملح. وبنفس الكيله اللي كيلت بها السميد والفرينه، يعني حنكيل بها الزيت. هنا نديرو الملح، نديرو الكميه الكافيه تاع الملح باه ما يجيش معكم الخبز من السوس. نديرو كيله غير ربع، ناقصه 1 دوا ولا ناقصه 2 دوا نتاع الزيت هكذا، باش يجي معكم الكسره تجي معكم بسسه مليح وتجي معكم طريه. علاش؟ خاطر ماني حندير فيها لا خميره الحلوى ولا خميره الخبز، هذاك نديرها على الطريقه التقليديه غير بالزيت والماء والملح فقط. تجي معنا بزاف شابه، وتجي معنا طريه، تخرج معكم هايله. هنا نفس الكيله درتها ماء، ولكن الماء راح يرفد معنا شويه زياده، ماشي حاجه. كيله وربع، بالك قل من ربع كاع، حتى ينطم معانا العجينه هكذا. وهي كي تنطم معانا العجينه تاع الكسره ما تجيش جريه، تجي شاده روحها. الكسره دائما تجي شاده روحها. نعجنوها هكذا وتحب تريح. بعد ما نعجنوها خلوها تريح واحد نص ساعه هكذاك بعد ما نقرصوهم. كي تنطم معانا العجينه نطموها كامل. هاني زدت لها شويه الماء، هذا واش كان خصها نزيد لها. نحاول ندخلو كامل في العجينه هكذا حتى تشرب لي كامل هذاك الماء، وماش حتجي معنا طريه كما خبرتكم. نقرصهم، نديروهم قرصات يعني على حسب ما حبيتوا، شحال حبيتوا تخرجوا خبزات. انا هذه خرجوا لي 4 خبزات. نقرصهم وندير لهم شويه زيت ونحطهم. نجو لهنايا للحشو اللي نديروه. انا درت البصل هذاك الخضر الطويل، راكم عارفين لو خرج راه يسوى، لو ما كان لا نقول لكم. تحبوا ديروها تكتوكه نورمال. انا كنت دبلته غير البصل وحده، ما درتش فيه الطوماطيش، البصل فقط. درت له شويه الملح وخليته ذبال. ومن بعد زدت عليه 2 علب تاع الطون تاع الطوماطيش، وزدت عليه الكاشير قطعته صغير، وزدت عليه الزيتون كما راكم تشوفوا. هو الحشو اختياري، تقدروا ديروها تكتوكه ديريكت، ديروا البصل والطوماطيش ومن بعد كي طيب تزيدوا عليها هذو. انا ما حبيتش ندير فيها الطوماطيش. ونزيدوا عليها الفرماج. هنا حوالي 2 مغارف الفرماج هذا تاع الطلي، يجي شباب يجي طريفيعه. ولا ما كانش عندكم ديروا نوعيه واحده اخرى. وهنا كي درت البصل كي درت له شويه تاع الملح في الاول، ومن بعد ما زدتش باسكو الفرماج فيه الملح والكاشير اصلا فيه. هنا بعد ما قرصتهم شوفوا لهنايا الكسره كي تريح معانا لازم دير هاد مقاطي البيوضه. كي تشوفوها دارت هاد مقاطي البيوضه هنا تعرفوها باللي خلاص راهي واجده معاكم، وراهي نحطت وراهي تشربت كامل دوك المكونات
وراهي رايحه تعطي لكم نتيجه بزاف شابه، سواء درتوها كسره محشيه ولا عادي خبز فطير عادي. لازم كي يرتاح يكون دار هذا النقاطي هذا. هنا نحلها بالسمك اللي حبيتو، اللي يحب الخبز خشين ما يرققوش بزاف، واللي يحب الكسره تاعو تجي رقيقه معناه غير يحلها مليح. لهنا ندير هكذا الحش، ولكن ما نوصلش للاطراف، ماشي كاع هذه الكميه، انا حنزيد نمشيها شويه هكا للطرف، نخلوه غير قسمه نغلقوهم قسم باش يتلاصق باش يلصق معنا وما يتحلش معنا. كنحطوه في الطاجين. الوصفه كيما راكم تشوفوا فيها ما كاش يعني ما كاش اخف من راهي خفيفه بزاف. هذه مع كاس بن ولا كاس رايب، ولا تحبوا انا كيما انا ما نشربش البن والرايب، ما ناكلهمش يعني، مع كاس كازوز بارد. وانتوما تعشيتوا حاجه خفيفه باسكو على الفطور كيما اليوم الجمعه رانا كلينا طعام، وكاين اللي يكونوا داروا رشته، وكاين اللي يكونوا داروا شخشوخه، يعني حاجه ثقيله. برك نديروا غير حاجه خفيفه على العشاء. نغلقها، نحل العجينه بنفس الحجم اللي كنت حليته في الاول هكذا، ونغلقهم مليح هكذا مع الاطراف بصبعطيه باش ما ينحلوش معنا من بعد. ومن بعد نجيبوا الكيردون ولا تجيبوا فرشيطه ولا وتثقبوها باش تخرجوا لها كامل هذاك الهواء اللي فيها، باش كي ديروا الكسره تاعكم طيب ما يشحت تنفخ معاكم في الطاجين هكذا. وهنا نكونوا شعلنا الطاجين درناه يسخن، وبعد ما يسخن ندير فيه شويه تاع الزيت هكا غير قطرات تاع الزيت من الفوق، ونرفد الكسره كما راكم تشوفوا، ونجي نحطها في هذاك الطاجين اللي يكون سخون معنا. لازم يكون سخون. انا ما درتوش في الفرن، ما درتوش في العين الكبيره، درتو في المتوسطه، ولكن زدت لها كامل واش كاين هكذا باش طيب معنا الكسره، تجي معنا حمراء، تخرج معنا طيب معنا شابه، وتجي معكم خفيفه بزاف خفيفه. ومن بعد كي طيب في الاخر تشوفوها كيفاش خرجت معنا هكذا. بعد ما تتحمر من الجهه التحتانيه نقلبها ونبقى ندور فيها حتى تحمر معنا على كاع الجهات. انا نحب الخبز ولا الكاطو ولا اي حاجه نحبها طيبه حمراء كما تعرفوني، ما نحبش الحاجه طيبه يكون لا كولور تاعها كلير، دائما نحب في الفونسي. وتجي معنا فريمون هايله. دوك نكمل نطيب هذه الاولى، نغطيها ونخليها، كل ما طيب وحده زيد نحطها عليها حتى نكملوا كامل الخبزات اللي راهم معنا ومليكم لهنا. كانوا خرجوا 4 خبزات كما شفتوا معايا. هذه الخبزه الاخيره كامل التاليه اللي طابت معنا وعاد راهي سخونه بالسيف باش راني نتوشي فيها. تجي تتفتت معكم، تجي ولا اروع، تجي هايله. تقدروا ديروها ما ديروش هاد لافخ، تبدلوا حاجه واحده اخرى، تقدروا ديروها بالسلق، تقدروا ديروها بالفيونداشي، يعني واش ديروا فيها اي حد تجي شابه معكم. والعجينه هذه يعني تقليديه ما فيهاش حتى اضافه، درتها كما كانوا يديروها ناس زمان. او ليكم الحشو شوفوا كيفاش يخرج معنا للداخل، يجي معنا بزاف شابه وبزاف خفيفه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الوصفه هذه، وان شاء الله تجربوها. الى ان القاكم ان شاء الله في فيديو اخر. تحياتي لكم جميعا، سلام.